عندنا خادم بإثيوبية هل عندك تقنعونها يعني جزاك الله. عطناها الله يسعد. الله يجزاك خير. تفضل يا شيخ. دنان شيتي. الو. الله يجزاك. الو. ارفع صوتك يا شيخ. يسمع لهتي؟ አይሰማሽም? ትንሽ ድምፅህ ምንድን ነሽ? ቋንቋሽ ምንድን ነው? አማርኛ ነው? ምንድን ነው? አማርኛ ነው? ኦሮምኛ ነው? ኢትዮጵያ። ቋንቋሽ አማርኛ። ደህና ነሽ እህቴ? አማርኛ። ጥሩ። ደህና ነሽ ወይ? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ መሰረት። እሺ መሰረት ስሚኝ፣ አሁን እስልምና ልትቀበይ ዝግጁ ሆነሻል? መሰረት ሙስሊም ልትሆኚ ዝግጁ ነሽ? አዎ። እስልምና ደስ ብሎሻል? በራስሽ ፍላጎት ልትገቢ ነው? በራስሽ ፍላጎት ሙስሊም ልትሆኚ ነው አይደል መሰረት? አዎ ጥሩ። እንግዲህ አንድ ሰው ወደ እስልምና ከመግባቱ በፊት ስሚኝ አንዴ፣ አንድ ሰው ወደ እስልምና ከመግባቱ በፊት ወደ እስልምና የሚገባበት ቃል አለ፣ የምስክር ቃል ማለት ነው። ይህ የምስክር ቃል አንድ ወደ እስልምና የሚገባ ሰው በልቡ አምኖበት በምላሱ መመስከር አለበት። ይህን የምስክር ቃል ያ ቃል እንግዲህ እሳቸው ሼኹ በአረብኛ ያስብሉሻል። እኛ ደግሞ ትርጉሙን መጀመሪያ በአረብኛ ከሼኹ ጋር ከመናገርሽ በፊት በአማርኛ ትርጉሙን ነግርሻለን። እሺ እና አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ማለት ትርጉሙ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም፣ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም፣ ነብዩ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ትያለሽ ማለት ነው። ይሄንን በልብሽ በማለት ከዚያ በኋላ ደግሞ ሼኹ በአረብኛ አንድ በአንድ ያስብሉሻል፣ ሙስሊም ትሆኛለሽ ማለት ነው። ዝግጁ ነሽ ለማለት? ጥያቄ አለኝ። እሺ ጠይቂ። ጠይቂ። ስለ ሶላት እንዴት ለሚሰግድ? ሰላት እንግዲህ መጀመሪያ ይሄ ይቀድማል። ከሰላት በፊት ሙስሊም መሆንሽ ይቀድማል። ሙስሊም ከሆንሽ በኋላ ሰላት እናስተምርሻለን። መጀመሪያ ሙስሊም ለመሆን ይሄንን ቃል ከሳቸው ጋር እሳቸው አንድ በአንድ ያስብሉሻል፣ ከሳቸው ጋር ትያለሽ። ዝግጁ ነሽ አሁን? እሳቸውን ስሚያቸውና ከሳቸው ጋር አንድ በአንድ ትያለሽ በአረብኛ። እሺ ሰማሽ መሰረት? በይ ከሳቸው እሳቸው ያስብሉሻል፣ በአረብኛ ያስብሉሻል፣ ከሳቸው ጋር በይ አንቺ። እሺ ተፈضلሽ። اي لا ما اطلع فيك لا سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. الأخ سعد اسمعني، ممكن أكلم الأخ سعد لو سمحتوا؟ الله أكبر. أخوي سعد اسمعني. الله أكبر. الأخ سعد. ሰውየውን ስጪን እህቴ መሰረት፣ ሰውየውን ስጪ፣ ለሰውየው ስጪ ስልኩ። أخوي سعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نبارك لك يا أخوي. الله يجزاك. نسأل الله أن يوفقك ويسعدك ويجعلها في ميزانك. والله يا شيخ عليك مسؤولية كبيرة الآن أنك تعلمها تعاليم الدين أنتم لأهل البيت. وأنا عندي يقين يا شيخ لو لم ترى منكم تصرف جيد حقيقة وتمثل للدين ما أسلمت. نعم. هذا أول شيء. أنا عندي سؤال الله يسعدك وأنا أقصد وراء شيء. هل الأخوان أو نحن نسقنا معك قبل الحلقة أنك تتصل علينا؟ لا والله اتصال سنة ومسك الخط الحمد لله. جزاك الله خير، لأنه بعض الأخوة حقيقة سألني كثير من الأخوة لا شك، وسألني قال إنكم هل أنتم تنسقون مع بعض الأخوة قبل الحلقة ويتصل، لكن نريد أن نبين والله لا ننسق مع أحد ولا ننسق. الحمد لله. لكن الأحبة والأخوة الأفاضل أمثالكم هم حقيقة زاد هذا البرنامج. الله يجزاك خير. الله يوفقك يا أخي، ولا تنسى الأخوة جميعا من صالح دعاك. الله يبيض وجهك. الله يرحم والديك. فمان الله يحفظك. الله يسعدك ويوفقك. برنامج واقعي يا شيخ، احنا ما يعني تصنع علينا برنامج بشجع
الحمد لله. لا وانت والله. راي بعض شهاده منكم للاخوه هذا والله نريد ان نبين ان هذا لا والله لا الله. نقول لا هذا تفاعل الاخوه الحمد لله. تفاعلهم الله يجزاهم خير. الله يحفظك الله يجزاهم عنا بعض الناس يدخلون الشك في امور المنهج. نعم وبعض الناس سالني السؤال حق اتصل عليك هل تنسقون مع المتصلين انه ينطقون الشهاده؟ قلت لا وربي لا نتصل، لكن الاخوه جزاهم الله خير ونحن حقيقه نرضى بدين الله سبحانه وتعالى وندعي الله ان نتصل على واحد ونسوي زي المسرحيه لا هذا دين الله ونحن محاسب المشايخ جزاهم الله خير. جزا الله جهود المشايخ الكرام وجهود البيت هناك هم قاعد يعلمون من اول مجهزينهم. الله يجزاكم ويجزاكم الجميع خير حقيقه. نسال الله يوفقنا لكم. شيخ جمال عبد العليم لا قبل ان يذهب الوقت حقا انا ممكن تقدم في دقائق سريعه عشان عندنا اشارات سريعه جدا نقدمها ان الصلاه من يتامل صلاه المسلمين واسالهم كلهم لو تاملت صلاه المسلمين علمت ان هذا الدين دين الحق فقط لو لم يكن الا في الصلاه فقط وهناك دلائل كثيره فتفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد كبرات حاتن حواتن انت دا بزعبا صلاة كنزارب كوينا كم زر قالتكو قد محجي دحالف الصمون قد مقربون قالتكو زيا صلاة زيا كله دحالفو نبيات كم ذا نبرت قريسنا حجي حدث ود سب اندحر هايمانة اسلمنا كفلت إلو أتوكروا بعينو اندحر رئوا حنقولوا اندحر رئوا كم أون كمي كم تقبل الله الإسلام أنت رئوا مسفلت أنا روزا صلاة زيا خلتي أنا حدث ود سب مسرب الرخب كم دلو مسفت أريو الرخب كم دلو كفلت مخنياتو إذا فت أرزي الرخب دلو معلتا وانت إيدو بلو دلو راح رأيامو تقدمو يحسب إيدو قصو اقرو كله تحسب صباح بيلو صبوت خدينو دويلو عينو ناب مريت اندات امتي نفتاريقو اب سماي لعل سماي دلو قويتا كجزؤو ست إلو كله نايز عالم دحريقو للسعب بيلو ناب قويتو تطويلو خجزاء كله نعان دحرات امت تابيلو واحد سوى دسب زي قنعت هايمانتكم مخانا وشت اول بي كم زغن مقرب زاربو دس انا حي زي ودي يهود بزعبا صلاة اسلاماي نحمشت دغدا اكل مسربو الركب الله حمشت غزي نمعالتي له حمشت غزي نمعالتي بس فطاري الركب الله انت يدبلو دلو او انت فطاري طعنا يوسخلي شيشايا يتقدللي كم اون كابت زغبركو غدلت نص اغبرني دمصللو خاني اب صبغ ابصحني كم خاب دمصللو هيوت ابت جنت ناتكا ابت ناتكا وناني ابت ناتكا تقومطوم اتوم صارقانات دخونو نبيات كم اون زحلفو حزبي قنع مقد تختم دخونو مسوم احبيركا اب جنة اتوني ويا اب جنة اتوني يدبل سلازي ذا سلازي مطمات اسلامي انت يقبركم دلوكم فلت نخلينا مخنياتو رؤسو ام مريت كوردا خلو نمنتا يدوردا دلو نحاد فطار انت قويتاي اسخال على اللخاء انا تحوتي باري انا اتكئي الو يملكتو له مالتي. الله يجزاك خير. قبل ان انتقل للشيخ حضرتك جمال اشاره اخرى سريعه يا شيخ انه القران ايضا انه معجزه الله الخالده وان هذا الكتاب منذ ان انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى الساعه لم يتغير فيه ليس نقول حرف بل نقطه واحده او حركه واحده كما انزل على محمد من اكثر من 1430 سنه الى اليوم في حين ان الديانات الاخرى كل يوم عندها تغيير وتبديل وكتب متعدده الاناجيل اكثر من 4 وبعضهم يقولها 30 إلى غير ذلك لكن القرآن يبقى خالد والقرآن هو المعجزة الخالدة على مر التاريخ إلى أن يرث الأرض من عيد. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين بزعبة نبينا محمد تأمرات زعابينة تنتايون دحريلنا قرآن عيسى حمم يحو نيرو موت يتسق نيرو موسى أو موسى عليه السلام بحري ببرت غير وقعوه مجدتها تخفيت له محمد صلى الله عليه وسلم انت امسي انت كان اذا قران زي امسيوا اذا قران زي الله تعالى ابت مجمر تخجمر كله انتايلو ذلك الكتاب لا ريب فيه ازي كتاب زي قران زي طرطر ديبلو حنت دواقع ديبلو كم خانو يحبر له معاسي مسي اندحريلنا قدم شحن 400 عام بقانقو عرب وريدو ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاب شعوت حزكا كيد اب سعودي عربيا دي هذا اللخا كيد اب امريكا ده هذا اللخا كيد اب استراليا اب تشاينا اب دخنه اذا قران زي اب افريكا اذا قران زي اخاس خاطر رخبه مالتي حنت نطبي تغيرت بالله جن راسك نا كريستيان هايمانوت اندحرينا كندي وانجل الله بلخا 4 وانجل الله اتربعت وانجل نحد قاچو تريو تحاد عيسى خمزي ابلكا ويكا يسوع كمزي ابلكا تحاد خمزي ابلكا تحاد نابقوم كيدو بالعسي انه خبلك هلو تحاد خا بالعرخي وبلكا ننحد القاچو
كم أولنا يهود ترينا يو كندي دقارة أو نجارات ويكا داي قبل نجارات هلو حنقول يقبله ولا مستساينس نايز أوان زبط إحنا هذا لنا خا دقارة عند واقعا كم دلو قرآن لكن الله تعالى انتهي لنا نقول حزب عالم تايلو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا قرآن زي كفتار حدا كاب دي فتار مسمير ردخو نيرو دقارة خندي نجر مرخب كابلو نير كامالتيو كم أونيلو الله تعالى قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. سقاطك يا شيخ عذرا. الأخت عواطف معنا على الخط. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله اخت عواطف يا اهلا وسهلا. هلا. سمي. ما نبغاها تنطق الشهاده. الله يوفقك شيخ اعطيناها الله يسعدك. هذا هي. اظنها اثيوبيه يا شيخ. هلا. ይሰማሻል እህቴ? ሄሎ አሎ ደህና ነሽ እህቴ? ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ደህና ነሽ? ይሰማል? ይሰማል። ማን ነው ቋንቋሽ? አማርኛ ነው ኦሮምኛ ነው? አማርኛ። አማርኛ። ስምሽ ማን ነው እህቴ? አይናለም። አይናለም። እሺ አይናለም፣ እዚህ ሀገር ስንት አመት ሆኖሻል? ኧረ 3 ወር። 3 ወርሽ ነው። እንግዲህ እስልምናን ወደሽዋል፣ ደስ ብሎሻል፣ በራስሽ ፍላጎት ለመግባት ዝግጁ ነሽ? አልሐምዱሊላህ ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው እስልምና ውስጥ ምንድን ነው ደስ ያለሽ ከእስልምና እስቲ? በቃ ብዙ ነገር ስለተረዳ ሁሉ ነገር ደስ ብሎሻል? ስለዚህ ደግሞ ተረድቻለሁ። መጽሐፍ ነበር ደብተር በመጽሐፍ የታተመ ነበር፣ እሱን አንብቤ ተረድቻለሁ። መጽሐፍ አንብበሽ ተረድተሻል? ማሻአላህ ጥሩ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ወደ እስልምና ሲገባ ወደ እስልምና ከመግባቱ በፊት ወደ እስልምና መግቢያ ቃል አለ። ይህ ቃል የምስክር ቃል ነው። ይህ ቃል እህቴ አይናለም የምስክር ቃል ነው። ሰውየው አይሰማም? አይሰማም? አሁን ይሰማል። ያውልሽ ይህ ቃል የምስክር ቃል ነው። ይህ የምስክር ቃል አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ነው። ይህን ቃል መጀመሪያ ትርጉም ማወቅ ያስፈልጋል። ትርጉሙ ምንድነው? ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም፣ ነብዩ መሐመድ የአላህ መልእክተኛ ናቸው የሚለውን ቃል በልብሽ ታስቢያለሽ ወይም በልብሽ ታረጋግጫለሽ። ገባሽ? ከዚያ በኋላ ደግሞ በምላስሽ ትመሰክሪያለሽ ማለት ነው። እና ይሄን ቃል ካልሽ ሙስሊም ትሆኛለሽ። እሳቸው በአረብኛ ሼኹ በአረብኛ ያስብሉሻል። ከዚያ በኋላ አንድ ባንድ ከሳቸው ጋር በአረብኛ ትያለሽ። ዝግጁ ነሽ ለማለት? አይናለም ዝግጁ ነኝ። ይሰማኛል። አሁን ይሰማል? ይሰማል? አሁን ይሰማል። ስለዚህ አሁን እስካሁን ትርጉሙን እየተናገርኩት ተሰምቶሻል? ሰምተሻል? ሰምቻለሁ። እንግዲህ እሳቸው በአረብኛ ሊያስብሉሽ ነው። ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነኝ። تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. يا الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. جزاكم الله خير يا اختي، الله يوفقك. اهتي عينالم. استغفر الله العظيم. الله كمل حديثك. الحمد لله رب العالمين. كم تعنتوين قلت احنا ذا قرآن زي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كاب الله ددي كون نيرو كفتاري ددي كون نيرو ذا قرآن زي مستي معالتاوي زركب دولو بزعبا ساينس بزعبا قلعة كم يجيرو خم دولد كله حابريت هذا ابو قرآن
ክጋጮም ስለኸብካ ነርካ ላኪን ካብ ፈጣሪ ሓደ ድኾን ስለ ድኾነ ኣይጋራጮን ብዛዕባ ወንጀል ከም ዝልበልኩም አንተ ወይ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብለካ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ገለ እንዳበለ ክሳዕ ክንደይ በጽሕ ክሳዕ 40 ገለን ወለዶ በጽሕ ኣብቲ ሓደ ክሳዕ ክንደይ በጽሕ ክሳዕ 60 ገለን ወላ 70 ገለን እትቆጽሩ ካልካ ተደይምጻኽዎ ይበጽሕ ስለዚ ሓደ ኢየሱስ ይደሎ ብዛዓለ ንምንታይ ክልቲኦም ከምዚ ገይሮም ተፈላለዮም ደለው ድሓርከ ንምንታይ ይጽወታ እዚ አቦ የቡሉን እንዳበልካ ወዲ ማርያም እንዳበልካ ስኒ መሊስካ ወድስቶ ይትብል ስለዚህ ትኽልካ ተዛረብ ከምቲ መጽሐፍ ድበሎ ማለት ከምቲ ቁርአን ድበሎ ሓደ ፈጣሪ ሰለስተ ስላሴ አይኮነን ንዑ ጥራሕ በል እዚ ቁርአን ዝኻነ አንብቦ ነዓ ጥርጥር የቡሉን ሓደ ጸሓፋይ ድኾነ ይኹን መጽሐፍ ጽሒፉ እንታይ ድብል ጌጋ ተርኺብካ ኣብዚ ፖስት ጌጋ أعتذر شيخ أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أختي. نعم. أنا عندي شغالة اثيوبية توها جاية يعني هي مسيحية ما تعرف شيء ممكن وش جنسيتها؟ ها؟ الجنسية الله لا ينسى. جنسيتها اثيوبية. نعم. ايوه بس هي يعني مسيحية ما تعرف وبها تسلم يعني. أعطينا الله لا ينسى. طيب. تفضل يا شيخ. دهنا نشتي. الو ደህና ነሽ አይሰማም ደህና ነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው አማርኛ ነው ኦሮምኛ ነው የምትሰሚው እኔ ኦሮምኛም አማርኛም እችላለሁ ጥሩ የትኛው ነው የሚገራልሽ አማርኛ ይቀናኝ ጥሩ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ስምሽ ማን ነው ስምሽ ግሩም ነው ስሜ ግሩም እስልምና እንዴት ነው እስልምናን ወደሻል ወደ እስልምና ለመግባት በፍላጎትሽ በፊት ኦርቶዶክስ ነበርኩ እሺ ኦርቶዶክስ ነኝ እዚህ መጣውና እሺ ያመኝ ነበር ትንሽ አሁን ታየው በቃ ምንም ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ምንም አልሆነልኝም አሁን ደግሞ የባሰ በጣም ያመኛል እንግዲህ አሁን አንቺ ፊትሽን ወደ ጌታሽ ወደ ፈጠረሽ ጌታ ወደ አላህ መልሰሻል ማለት ነው እንዲያድንሽ በቃ መልሰሻል እንግዲህ አንቺ ልብሽን ዝግጁ አድርገሻል እስልምና ማለት ነው እና እንግዲህ እህቴ ግሩም ይበለጠ ትኩረት ማድረግ ያለብሽ ምንድነው አሁን ያመሽ ማለት በአሁን ሰዓት ለሚያምሽ ህመም አይደለም ከዚህ የበለጠ የከፋ ህመም አለ ሰውየው በጥመት መንገድ ላይ ወይም ደግሞ ከአላህ መንገድ ላይ ከወጣ በዚሁ ማነው ህይወት ላይ ከሞተ ከትንሳኤ በኋላ ከሞት በኋላ ባለው ዓለም ውስጥ ማለት ነው የጀሃነም እሳት አለ ሰውየው አሁኑኑ መስመሩን አስተካክሎ እስልምናውን ይዞ በእስልምና ላይ ካልሞተ አሳማሚ ቅጣት ይጠብቀዋል ማለት ነው አንቺ አሁን መጀመሪያ ከህመምሽ እንዲፈውስሽ ፊትሽን ወደ አላህ አዞረሻል ወደ አላህ ልትገቢ ነው ወደ አላህ መንገድ ልትገቢ ነው ሁለተኛ ደግሞ ወደ እስልምና በመግባትሽ ራስሽን ከጀሃነም እሳት ልታድኝ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው እቴ ግሩም እሺ ግልጽ ነው አይደል ግልጽ ነው ስለዚህ እንግዲህ አንቺ በራስሽ ፍላጎት እስልምናን ወደሽ አላህን ጌታን ፈጣሪን እሱን ልትቀበይ ዝግጁ ከሆንሽ አሁን እንግዲህኛ ትርጉሙን ወደ እስልምና መግቢያውን ቃል ትርጉም ልናስተምርሽ ነው ዝግጁ ነሽ እሺ እና አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ትርጉሙ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም በእውነት የሚገዙት ሌሎች ብዙ አማልክቶች አሉ ማለት ነው በእውነት የማይገዟቸው በሐሰት የሰው ልጅ በዚች ዓለም ላይ የሚያመልኳቸው አማልክት ብዙ ናቸው ግን እውነተኛው በእውነት መመለክ ያለበት አምላክ አላህ ብቻ ነው እንደዚህ ማለት ነው ገባሽ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ነብዩ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ቀጥተኛውን መንገድ ወደ አላህ የሚያስገባውን መንገድ ይዞ የመጣልን ነብይ እሱ ነው እሱን ከተከተልን እሱን መከተል ብቻ ነው ያለብን አናመልከውም የአላህ ልጅ ነው አንለውም እሱ የአላህ ነብይ ነው ልክ እንደ ኢየሱስ እንደ ሙሴ እንደ ሃሩን እንደ አብርሃም እንደ ሌሎቹ ነብያት ሁሉ ነብይ ነው ነብዩ መሐመድ ይሄንን ታምያለሽ ማለት ነው ግልጽ ነው እሺ አሁን እንግዲህ እሳቸው ይሄን ቃል በአረብኛ ያስብሉሻል ይሄንን ቃል ከሳቸው ጋር ደጋግመሽ በአረብኛ ካልሽ ሙስሊም ሆንሽ ማለት ነው ዝግጁ ነሽ እሺ ተፈضل يا شيخ ትንሽ አይሰማም ድምፁ ራቅ ይላል የኔ ድምጽ ነው ራቅ ያለው አዎ እሺ ተፈضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
أشهد أشهد أن أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله الله أكبر. እንኳን ደስ ያለሽ እህቴ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። جزاك الله خير يا اخي. እንኳን ደስ ያለሽ። الله يوفقك النية والذرية ونوفقك ويجعل ذلك في ميزان أعمالك. الحقيقة الشيخ عبد العليم ذكر لي معلومة جيدة، أنه يقول أن هذه هي من أصول أرومية يا شيخ، ولا لا هي؟ أيوة. هي من الأصول الأرومية، لأنه هنالك أمهرية وأرومية. أكبر قبيلة في إثيوبيا هي قبيلة أرومية. هي أكبر قبيلة في إثيوبيا. أكثر الشعبا يعني. أرومية، هي من قبيلة أرومية. هذه معلومة جديدة، جزاك الله خير. والمعلومة الأخرى أتتني من أخي وحبيبي تركي المنيع، اسم العالم اللي كنا أمس في البروفيسور اسمه جون شابلير، لعل المهتمين بالإدارة والتخطيط والقيادة يعرفون اسم ذا، لأنه مدرب عالمي معتمد لأكثر من 50 شركة عالمية، ونسأل الله أن يمن على قلبه. ويكفي أنه أخذ انطباع رائع وجيد، لأنه يدور حول العالم كله، يطلب وينقل حقيقة مثل هذه الدورات. شيخ الأخت اللي علقنا شهادة شو ما عجبها بالإسلام. إذا جزاك الله خير، الله يجزاك خير. أيضا معلومة حلوة، الأخت اللي من قليل إن سألتها يا شيخ قلت ماذا أعجبك في الإسلام؟ إيش قالت؟ هي الأخيرة هذه؟ لا اللي قبلها. قالت كل شيء عجبني في الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. هي شهدت بنفسها، تقول إن كل شيء لما سألها الشيخ جمال وش أعجبها في الإسلام قالت كل شيء في الإسلام أعجبني. هذا معاملة البيت، معاملة الأسرة. نعم. لا صدق جزاك الله. هم كل بيت دعاة يا إخوان. نعم كذلك هي قرأت كتاب، عندما قرأت عن الإسلام ورأت محاسن الإسلام وتعامل الواقع تطبيقه. وهذا حقيقة ذكرني شيخ بشيء رائع جميل. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أكمل الخلق وبلغ حقيقة ذروة الكمال البشري، كان يأتيه الرجل يجلس معه للحظات يذكره النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة ويعلمه بس حقيقة مبادئ الإسلام، ثم ينصرف ذلك الرجل مرة واحدة زنم، ثم ينطلق داعية إلى قومه. والشواهد كثيرة، ثمام بن أثال وجبير بن مطعم وغيرهم كثيرة حقيقة عندما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والطفيل بن عمرو الدوسي كلهم حقيقة قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة واحدة أو ثنتين، ثم انطلقوا فإذا هم دعاة وينتصرون لهذا الدين ويكون دعاة إلى دين الله تعالى. بقي عندك يا شيخ شيء، لأن الوقت أظنه ما يبقى إلا دقيقتين. نعطي الشيخ حقيقة الوقت. يا شيخ نريدك أن توقف عند هذه القضية مهمة جدا سريعا جدا يا شيخ. مثل ما ذكر الشيخ أنه قضية الصلاة أنه هي دلالة أن هذا الدين هو دين خالد وأنه دين حق، لأنها هي صلاة الأنبياء كلهم. عيسى في الإنجيل مكتوب في الإنجيل أن عيسى كان يركع ويسجد، وأيضا هي صلاة الأنبياء بخشوعها وخضوعها والتنظف لها والاستعداد لها واستشعار أن العبد يخاطب الرب سبحانه وتعالى، ليس رقص أو موسيقى أو نحوها أو حقيقة يقف الإنسان بقدر أو نحوها. فتفضل يا شيخ. ወንድሞቼ ሰላት የምትባለው በእስልምና ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥባት አምልኮ በጣም ከፍተኛ ውበት ያላት አምልኮ ናት ማለት ነው። ሰውየው መጀመሪያ ሰላት ከመስገዱ በፊት መተጣጠቡን ሙሉ ለሙሉ ንጽህናውን መጠበቁ ይህ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ሙስሊሞች በሙሉ በአንድ ቦታ ተሰብስበው አላህን ማምለካቸው፣ እዚያ ቦታ ውስጥ የሚመለክ ማንም የለም አላህ ብቻ ነው። እቺ ሰላት ደግሞ ሌላ ለየት የሚያደርጋት ምንድነው? ሰላት የሁሉም ነብዮች ስራ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነብዮች አንድ በአንድ ሰላትን ያልሰገደ ነብይ የለም በእንጂል ወይም በወንጌል ውስጥ ማለት ነው። ኢየሱስ ይሰግድ እንደነበረም ተገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላት በሁሉም ነብዮች ጊዜ የነበረች አሁንም ያለች በጣም ከፍተኛ ውበት ያላት በእስልምና ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥባት ትልቅ የሆነች አምልኮ ነች ማለት ነው። ሰላት ራሱ ማለት ነው እንዴት ነው አንድ ሰው ወደ መስጊድ ሲገባ መስጊድ ገብቶ ሲገባ ማለት ሲሰግድ ወደ ማን ነው የሰላት ሰፍ ውስጥ ወይም ረድፍ ውስጥ ሲገባ ማንም ሁሉም ሰው እኩል ነው። እቺን ሀገር የሚያስተዳድራት ንጉስ እና አንድ ተራ የመንገድ ጽዳት ሰራተኛ እኩል አጠገብ ይቆማሉ ማለት ነው። ንጉሱን በሰላት ማስቀደም ፈጽሞ የለም። ይሄ እንግዲህ እስልምና ፍትሃዊ እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። እና ሰላት በጣም ከፍተኛ ውበት ያላት ትልቅ የሆነች አምልኮ ነች። ስለዚህ ሰላትን እንተዋወቃት። ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖችም ሰላትን እናስተዋውቃቸዋለን። ምን ያህል ከጌታ ጋር ዳይሬክት የምታገናኝ ከአላህ ጋር ዳይሬክት መገናኘት የፈለገ ሰው ሰላት ይስገድ። ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን፣ ጌታ ሆይ አንተን ብቻ እገዛለሁ ካንተ ብቻ እርዳታ እለምናለሁ። ቀጥታ በአንተና በአላህ መካከል ስልክ ማለት ነው። ጀዛከላሁ ኸይር።
حقيقة يعني نجدد تذكير الأخوة والأخوات حقيقة في قضية هامة. وأن حقيقة أولا المكاتب الأخوان اتقوا الله الذين حقيقة يكونون الخادمات على أنها مسلمة وهي نصرانية، فنذكرهم من خوفهم بالله سبحانه وتعالى. الحقيقة الوقت يدهمنا الآن، وكان بودنا حقيقة أن نأتي على كثير من المحاور، لكن نشكر الأخوين والداعيتين والشيخين الفاضلين، الشيخ عبد العليم إدريس مكتب الروضة، نشكر الأخوان في المكتب، شكر الله لك يا شيخ. نشكر الشيخ جمال محمد مكتب السيد، شكر الله في الشيخ جمال على أول إطلالة معنا وسعدنا بك، ونسأل الله أن يكون قدومك خير وبركة علينا وعلى هذا البرنامج. الله يجزاكم خير. أخواني أخواتي، ننتقل لصلاة العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ونرجع ونعود نتابع برنامج شقتنا لهذه الليلة.